السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجماهيره، مبروك لمجلس إدارته، مبروك لكل من ينتمي لهذا الكيان العظيم، مبروك لكل مصر. النهاردة كان على أرض الإمارات في الاستاد وشرف مصر وشرف الكرة المصرية والنادي الأهلي. نظام من أبو ظبي، نظام من الإمارات. النهاردة كم كانت عظيمة الإمارات وكم كانت في الموعد. بالفعل النهاردة تنظيم ولا أروع ولا أجمل في الاستاد، في الدخول والخروج، في الاحتفال، وكانت وش السعد والخير على النادي الأهلي دائما. النهاردة النادي الأهلي أدى مباراة قوية جدا أمام بيراميدز، الفريق العنيد. النهاردة اللي أدى مباراة قوية جدا أمام النسر الأهلاوي الطامح المبتعد تماما عن أقرب منافسيه، عن كل اللي بينافسوا في البطولات، سواء في البطولات القارية. النادي الوحيد اللي بينافسه البطولات القارية نادي ريال مدريد. أيضا كمان هنا بقى في مصر مفيش حد قادر إن هو ينافس النادي الأهلي في بطولاته. النادي الأهلي النهارده زي ما قال النهارده لاعبي النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه، النهارده بيحتفلوا النهارده بالسوبر المصري، وبكره بيقفلوا صفحه السوبر ويستعدوا لمباراه الترجي التونسي. اللي النهارده الاتحاد الافريقي اصدر قرار كان مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، اصدر قرار بعقوبه نادي الترجي التونسي بحرمانه من جماهيره 4 مباريات قادمه. بمعنى ان النادي الاهلي المباراه القادمه امام الترجي التونسي في العاصمه سوسه في تونس هتكون بدون جماهير. ده يمكن بيعمل ريسك شويه للاعبي النادي الاهلي مباراته امام الترجي. لكن بنرجع كمان لمباراتنا النهارده اداء ولا اروع من الشناوي، اداء ولا اروع من حمدي فتحي، من كهربا اللي نزل كهرب الدنيا النهارده وتسبب في ضربه الجزاء اللي علوله ملك الحلول اسرع دليفري في مصر. احرز هدف ولا اروع في مرمى من ضربه جزاء في مرمى احمد الشناوي حارس بيراميدز. لكن كمان ما ننساش الدور اللي قام بيه محمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطيه وخالد عبد الفتاح، محمد هاني، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، قفشه بعد ما نزل، محمد شريف المخيف. كل لاعبي النادي الاهلي النهارده يستحقوا التحيه والاشاده. مبروك مره تانيه وتالته. النهارده النادي الاهلي بيضيف لدولاب بطولاته بطوله جديده. على راي كابتن مدحت شلبي اللي قال اثناء التعليق النادي الاهلي محتاج يتعاقد مع شركه اخشاب عشان يجهزوا له دولاب جديد تاني لبطولاته. هو ده النادي الاهلي، هو ده النسر اللي بيحلق بعيد تماما عن اي حد. هو ده النادي الاهلي، نادي البطولات. شكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا لاعبي النادي الاهلي. كنتم على قدر المسؤوليه، كنتم عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي. كمان بشكر جماهير الاهلي العظيمه اللي النهارده كانت عند الموعد في الاستاد وتشجيع محترم جدا جدا جدا. شكرا بيراميدز النهارده ايضا اللي النهارده ادوا مباراه قويه تليق بالكره المصريه، من اقوى او ما كانتش هي اقوى مباراه اتلعبت في السوبر المصري منذ ان انشئ السوبر المصري. النهارده كانت مباراه قويه جدا جدا جدا، مع احترامي للزمالك، لكن النهارده بيراميدز كان اقوى بكتير جدا جدا جدا. واعتقد ان المباراه دي هتفيد النادي الاهلي كمان ايضا في المباريات القادمه، لانها ادى مباراه قويه جدا. وعلى راي المثل اللي خايف ما يروحش، وبالفعل ده اللي حصل من اداره الزمالك، ان هي منعت اللعيبه ان هي تروح، ان هم كانوا خايفين بالفعل ان هم مش موضوع مع محمود كهربا، لكن خايفين من حصان الجامح النادي الاهلي ان هم يواجهوه. لكن النهارده بيراميدز ارجع مره ثانيه واقول ان هم ادوا مباراه قويه جدا امام النادي الاهلي. مبروك مره ثانيه وثالثه ورابعه ومليون مره ومليون مبروك لجماهير النادي الاهلي. الف مبروك على السوبر المصري رقم 13 من 20. يعني ده رقم 13 سوبر، رقم 13 من اصل 20 سوبر منذ انشاء السوبر المصري. نتمنى ان شاء الله
تكون كل ايام النادي الاهلي والاهلاويه فرح وسعاده وبطولات. قبل ما اختم مع حضراتكم ما انساش اذكر حضراتكم دايما بدعونا على قناتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.